السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا والعود أحمد. أما بعد، موضوع اليوم هو موضوع الزلازل. ربي يرحم اللي توفاو، وربي إن شاء الله يشفي اللي راهم مرضى واللي راهم مكسرين، وهذه كل مشاكل كبيرة ياسر. أنا الحاجة اللي لاحظتها، آه، تيجي هذه الابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، يجي العلماء هذوك. أنا نقول لكم، أنا كاين بعض العلماء أصلا ما لازمش نقولوا لهم، ما عدناش نقولوا لهم علماء، شكوبي. يقول لك الزلازل عقاب من الله، هذوما يا سيدي. والعقاب لا يضرب سوريا ويضرب الترك، لا وتركيا لا، وانت راك كيفاه انت؟ ما يضربوكش اللي اسمه انت ملاك فوق الارض ولا وشني؟ هذه بعض التفسيرات الخاطئه لسنن الله في الارض. الارض هذه تمشي عندها ملايير، ربي حط لها السنن وهي تمشي فيها، تمشي سنن هذه تاع ربي تمشي في الارض. نعطيكم مثال. والعلوم، علوم هذه تاع الارض، الجغرافيا وعلم الزلازل والعلوم هذه، هي علوم طهانا ربي باه نتفاهموا المشاكل هذه تاع الزلازل. في كل معظم الدول عندهم مراكز تاع الزلازل، وعارفين المناطق تاع الزلازل. كاين مناطق معروفة في العالم، وتروح لأي بلاد يوروا لك لا فيها زلازل وما فيهاش، فيها المنطقة تاع الزلازل فيها ولا ما فيهاش. معناتها تحصل زلازل على 10 سنين، على 20، على 50، على 100 عام، ربما تحصل. فاهمين؟ مش معناتها تحصل مرة ومن بعد خلاص، لا، ممكن تتعاود، لأن الأرض تحتها ما هيش مازالت متحركة، ومازالت معرف طبقات كاينة ياسر مازالت متحركة في الأرض. وهذه الطبقات هذه والخريطة تاعها معلومة بالعلم. أما المشايخ، كاين بعض المشايخ تاع العلماء راهم مصيبة، ما هم قادرين يفهموا العلوم، ما قراوهم علوم. ويجي يفسر هكذاك، يفسر كما يحب. محسوب كاين جماعة قاعد في بلاصة في صحراء. مثال، الصحراء هذيك تروح ليها تشوف علم الزلازل، تشوف في ذيك المنطقة، يقول لك هذيك المنطقة ما تحصلش فيها زلازل. 10,000 20,000 ما كانش زلازل طول عمرها، لا تهبط فيها زلازل، لكن أرض مشدودة. ولكن كاين بعض المناطق فيها الزلازل دائمة، كما اليابان. أنهم حتى اخترعوا طرق في البناء تتحمل قوة 8 و9 و10. احنا مثلا في الجزائر، روح لأي بلاصة دير لها 7 ولا 8 ولا 9 تاع ريشتر هذه، في أي بلاصة اتري بكل، لأن لا علوم، لا دراسة، لا والو، والناس قتبني و و آه، والمركز تاعنا تاع الزلازل ما عندوش علاقة ما عندوش علاقة بالوزارة الإسكان ولا هذيك. على الأقل يتفاهموا، قال شوف، قال ديك المنطقة دائما فيها تحركات، وكاين ساعات تحركات ما نحسوش بها حنايا. كاين بعض المناطق، هي مناطق تاع زلزال، ولكنها ذبذبات صغيرة ياسر، مثلا واحد ولا نص واحد ولا 0.01، دائما كاينة، ولكنها مش زلازل كبيرة ما تبانش. فاهمين؟ اليابان مثلا الزلازل تاع عندهم ياسر، وما لوش داروا، تأقلموا مع هذيك وجعلوا العلم يساعدهم كيفاه بهالباطيمات ما تطيحش. في اليابان الزلازل كل يوم عندهم، والو ما تطيح حتى حاجه، لانهم تغلبوا
على الطبيعة. فاهمين؟ لأن الله علاه من أعطانا ربي العقل هذا، واش نديروا به العقل هذا؟ آدم كي ربي حطه في الأرض هذه، آدم وحواء ومعهم الشيطان، دايرين بهم الحيوانات المفترسة. كيفاه آدم قدر يعيش حتى جاب القاشي والقاشي 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 حتى ولينا ملايير؟ هاكم كون آدم طاح في بلاصة كيما نقولوا الأدغال ولا، وراه هو ومرته ما يقدرش يدافع على روحه. لا، آدم يقدر يدافع على روحه من الأسد ولا الضباع ولا كون يعود معاهم، يقدر؟ ما يقدرش، ولكنه يقدر بمشيئة الله بالعقل. طاه العقل، والعقل هذا كي تكاثروا البشر، تكاثروا عادوا قادرين باه يحموا رواحهم. ربي جعل تكاثر تاع الانسان بسرعه، وحطوا في منطقه ما فيهاش الحيوانات المفترسه وما فيهاش فلوس ماء حتى يتكاثر، ومن بعد عاد يمشي عاد قادر باه يدافع على روحه. يسمى هذه الزلازل هذه حاجه سنه من سنن الله، تمشي دائما تمشي. نلقى واحد اخر مفسر، واحد من الشيوخ هذوما، قال لك راه يجي يوم القيامه تعود قريبه تكثر الزلازل. يا ودي اتقي مولاك، اما اللي خلقت الارض فيها زلازل وانا يوم القيامه راك تهدر عليها. وهذه قضيه يوم القيامه نلقاها موضوع كبير وشاغل الناس ياسر. هذه خلينا من بعد ندير عليها موضوع، لان الناس راه في مشاكل كبيره ياسر. المهم، ها هو المشكل. سوريا قسموها، كانت دولة واحدة، العرب والمسلمين والكفار والحلف الأطلسي والصين و... وروسيا، وكل داخلين يضربوا في سوريا وتخلطت الكل. على راهم يتقاتلوا ثم؟ هل راهم يتقاتلوا يضربوا في إسرائيل؟ هم يضربوا في دولة عربية برك، مهما يكون الشخص هذا بشار ولا مش بشار. فاهمين؟ يحبوا يكسروا الدول العربية الآمنة. وزاد ربي كما نقولوا هي مناطق تاع زلازل، ومناطق زلازل معروفة. روح اللي ما يعرفش ادخل لجوجل، جيب أي دولة ودير مراكز الزلازل في الدولة ذي، تلقاو مراكز عالمية تعطيك المخطط وين راه الزلازل تمشي، وين راه تتحرك، وين اللي تقدر مثلا كاين تنبؤات وين تقدر تضرب، وهذيك على حسب الحركة تاع الأرض. حاجة طبيعية برك. الحاجة الثانية إن سوريا وجنوب تركيا اللي ماتوا هذوما اللي جاهم الجمال، هل هم مسلمين ولا كفار؟ مسلمين. كيفاه الدول العربية والإسلامية والو لا إنقاذ، لا عندهم هيئة عالمية إسلامية تنقذ المسلمين كي تصير الحوايج هذه. الناس هذه كتطيح ليها الباطمات وتطيح هذيك، راه لازم سير بلاس، لازم سير بلاس. النهار الاول لازم تبدا تجيهم الطيارات والمساعدات والفرق الطبيه والمساعدات تاع الماكله ومساعدات الادويه. احنا ما كانش. كيف احنا عندنا مثلا، عندنا ياسر الدول العربيه والاسلاميه، اسم دول اكل يقولوا احنا دول اسلاميه، لكن الرحمه في قلوبهم ما كانش. تلقى الكافر خير منهم، عنده قلب وحنين خير اكثر من المسلم هذا. ما علاه يسمونا مسلمين؟ مالا ما كاين والو، راه اسمه راه الامه الاسلاميه كل يتقاتلوا في بعضاتهم، والمكايد والشر في بعضاتهم، والاحقاد القديمه والاحقاد الجديده، ويتكالبوا على الحكم، يكسر في الدول باه يقسموها باه يتقاسموها، ويجوكش ما يعطوهم منا ولا منا. عباد كما كانت في الجاهليه بكري، ما تغيروش. والجزائر كي بدت
دارت اعانه ولا هذيك، قال لك عليهم الحصار، والجزائر كيفاه دير، وربما يضربوا الجزائر ويضربوا الجزائر ولا معليش، احنا الرئيس تاعنا ما عندوش خلافات، والجزائر من بكري عندها سياسه تاع مسلمين، تاع الرحمه. بعثوا فريق طبي وبعثوا شويه دواء وهذيك إيه، على قدر المجهود وهذيك. لو كنت كل الدول بعثت في النهارات الاولى، ومن بعد قال لك راه مش عارفوا شني بشار الاسد ما خلاهم يدخلوا وما عرفوا شني هي كاين صح فيها مشاكل ولكن هذاك بشار الاسد يدوروا العرب وبعض المسلمين الدول العربيه وذيك، ويدوروا يقتلوه. كيف تدور تقتلوه وبعد يدوروا عود رحيم؟ ها هو شر، ولي يضربوا فيه الشرور. السمه دخلت على كل الشرور، يعودوا المسلمين العالم كله يخزر ويضحك عليهم، يقول لك هذو مسلمين، هذو اللي الرسول قال لهم المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، هذو هم المسلمين. بلادهم مكسره مطردقه، وهم يزيدوا يبعثوا في السلاح ويقعوا في البلدان. ضربوا ليبيا كسروها، ضربوا سوريا كسروها، ضربوا اليمن كسروها، العراق كسروها، كسروا الدنيا كلها. ومن بعد تلقاهم يهدروا عن الحريه والديمقراطيه والله فوضى كبيره. ولكن العلماء تونا معظمهم مش نقول لك كاين فيهم هذيك يزيدوا يعودوا وبالا على المسلمين. العوض الامام يجمع يقول الدوله تاعو، ولا يقول ينصح الدوله تاعو، ولا ينصح الناس، ولا يديروا جمعيات. كاين جمعيه عامه في كل دوله، كاين جمعيه كبيره تجبل الاموال، تجبل الاغطيات، يشيروا القش ويبعثوا المدوات، يبعثوا القش تركيا وفي اسمها. هذا هو المسلم، هذا هي طريقه المسلمين. ماهيش اللي يطيح به يزيدوا يردموه، يصير عنده حادثه يعودوا يستشفوا فيه. هذو مش مسلمين، هذو على العموم ماهوش مسلمين. تلقاهم شغل منافقين، يدعي الاسلام بصح الحياه تاعو كل نفاق، ما فيها لا اسلام لا والو. ما لا يا جماعه، المهم حاولوا خاصه يا جماعه هذو اللي راهم الائمه، خاصه الائمه هذو اللي يديروا في الشر ويسبوا في الناس وهذيك، ويقول لك راه ابتلاهم ربي محسوب. لا ابتلاهم، كي يقولوا ابتلاهم ربي ما قالوش ابتلاهم ربي وراه ازمه وتعدي، لا، يقول لك ابتلاهم ربي لانهم يديروا في الذنوب ومعاصي والذنوب وعارفين. شكون هو راه سالم، كي ما جاتوش الزلازل يسخايب روحه، هو راه في امن. وكما جاتوش الحروب يسخايب روحه راه في امن هو، ومش عارف روحه باللي الله سبحانه وتعالى يقدر يبتليه باي حاجه بدون حرب وبدون زلازل، يبتليك ويضرك. فاهمين؟ هاي المهم. السلام عليكم.